بسم الله الرحمن الرحيم. كده عايزه اقول لكم ان انا هاخدكم معايا حمله تنظيف النهارده. ايدي فيها باشت، ايدي فيها باشت. تعالوا بس نسمي بسم الله كده اول حاجه ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عايزاكي اول حاجه كده تنزلي تحطي لايك حلو كده، وعايزاكي تحطي كومنت جميل زيك، وتشتركي في القناه ديت لو انت مش مشتركه، لان انا الدرع الفضه بتاعي ضاع فعايزه اجيب غيره. فده سبب من اسباب ان انا فاتحه القناه بتاعتي. القناه دي اصلا يعني السبب ده كده، يعني ان انا عايزه اجيب درع. فعايزاكم كده يعني تسمي بسم الله كده وتشتركي كده. معرفش انت بتشتركي ليه، القناه بتجيب ما شاء الله الله اكبر، مشاهداتها اكبر من مشتركينها. فانتي بتتفرجي وانتي مش مشتركه ليه؟ بتستفدتي ايه؟ طيب انا عايزه افهم استفدتي ايه. المهم، تعالوا بقى كده نقضي مع بعض النهارده يوم يعني هنمسك فيه حته حته في المطبخ ونظبطها. عايزه اقول لكم اني من ساعه ما رجعت من السفر وانا يعني والله العظيم ما عملت اكل حرفيا كده، عشان انا كل يوم تحت عند امي، فانا امي اللي يعني باكل عند امي، انتوا فاهمين. كمان المطبخ ما كانش مشجعني، مع ان انا منضفاه قبل ما امشي وعامله كل حاجه قبل ما امشي. بس امي لما رجع هنا ما شاء الله، يعني انا اللي بيقف في مطبخي، يعني انا يعني سبب من الاسباب ان انا ما بحبش حد يقف في مطبخي اني بيغير لي معالم مطبخي خالص، انتوا فاهمين. وانا يا جماعه عايزه اقول لكم كمان على حاجه، ان انا مطبخي من نوع ان انا لازم تكون ايدي فيه كل يوم كل يوم كده، ايدي فيه عشان ما يتكركبش ولا ان هو يتحط كل حاجه كده يعني فوق بعضها. كمان اني اللهم صل على النبي، لما حد يعني بيكون اي حد على فكره يعني عامه بيخش مطبخك، فمش عارف انتي حاطه فين الكوبايات، فين الاطباق، فين طقم الحلال ده، فين مش عارفه ايه، فتلاقي الدنيا هاصت كده. فانا عندي هنا الرخامات هاصت. انا ما بعملش حاجه بقى اسبوعين غير مثلا ايه، يعني عارفين انتوا الاكلات الخفيفه. مش بعمل اكل يعني اللي هو مثلا طبيخ، لا ممكن اعمل مكرونه وبانيه، مكرونه وستريبس، اللي هي الحاجات الخفيفه دي. فلا انا عايزه اطبخ بقى وكده، فانا مش هعرف اطبخ غير لما المطبخ ينضف. فقلت هعمل ايه بقى، مسكت كل المواعين، يعني المواعين دي كلها مش مواعين برضو اللي هو كده، دي مواعين اكل انا عاملاه، وصواني واطباق احنا واكلين فيها وكده. المهم ان احنا قلنا ايه، همسك المواعين كلها كده اول حاجه كده عشان اروق المطبخ واعرف اقف فيه. انا همسك المطبخ كله، اي مواعين فيه مش نضيفه همسكها اغسلها واروح مصفيها على الايه، على المطبقيه دي، عشان بس المطبخ يروق واعرف ان أنا اقف فيه. عشان انا في ظروف فعايزه ان انا اصبنها من جوه وارص فيها الحاجه تاني، وبوتاجاز عايز يتعمل، وميكروويف، ورخامات، وبديل الرخام ده كله عايز يتعمل. فقلت همسك بقى كل الايه المواعين دي كلها واعملها مع نفسي. مسكت بقى كده زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، فضيت الحوض خالص. بعد كده حطيت المواعين كده كلها على جنب. بعد كده خدت كده حاجه في حاجه ان انا امسكهم ايه، ان انا اغسلهم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى انا ابتديت المعركة دي كانت الساعة 2 بالليل، لا كانت 3، عشان انا نمت من بعد العشاء وصحيت الساعة 3 بالليل وما جاليش نوم تاني. فرحت قمت عملت بقى ايه، طبق اندومي وواحدة الريد بول بتاعتي الجميلة، وقعدت قدام التلفزيون اكتر من ساعة. بعد كده بقى ابتديت هنا 4، عشان 4 عشان خاطر ما كنتش كملت ساعة كده ولقيت الفجر أذن، رحت ده سبت الحاجة ودخلت أصلي. بعد كده رجعت تاني. عايزة أقول لكم كمان على حاجة، إن امبارح طول اليوم ما كانش في مية حرفيا. الحاجة اللي مضايقاني مش إنه ما كانش في مية، الحاجة اللي مضايقاني إن أنا ما عرفتش أصلي، والله العظيم ما عرفتش إن أنا أتوضى وأصلي، أقسم بالله. ف طول اليوم كانت المية مفيش مية خالص. يعني كنا بنشرب كده، بعدت اجيب ازازة كده اللي هي الازازة الصغيرة دي. ف فاللهم صل على النبي، دي الحاجة اللي ضايقتني خالص. يعني قلت ايه، يعني لو نطول بقى عشان مية بقى، هعمل كده عشان مية. المهم يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، كل المواعين اللي انا غسلتها زي ما انتوا شايفين كده رحت ايه، حطها تتصفى، صواني على حلل صغيرة على السرافيس على الاطباق، كله المطبقية دي بتاخد مني كتير قوي. عايزة اقولكم ان انا كمان ما سبتهاش لاخر الفيديو وكانت المواعين لسه فيها، لا
انا سبتها تتصفى كده نص ساعه، بعد كده رحت ماسكه الايه الحاجه كلها ورحت مفضيها، لان انا طول الفيديو زي ما انتوا هتشوفوا كده، طول الفيديو حرفيا ما بعملش حاجه غير ان انا بغسل بس، بغسل مواعين، بغسل اطباق. في حاجات لقيتها مثلا اتبقعت في قلب المطبخ رحت واخداها ورحت غسلاها، انتوا فاهمين. المهم بقى ان انا مسكت المواعين كده زي ما انتوا شايفين كده غسلتها، ولقيت طاسات على البوتاجاز فرحت ماسكاها ورحت غسلاها اهي. وخلاص كده خلصت، يبقى انا المفروض كده ان انا خلصت ايه المواعين اللي موجوده. نخش بقى على المطبخ عشان حرفيا كده حرفيا هو عايز يتظبط. عايزه اقول لكم بقى على حاجه، انا واحده من الناس يا جماعه، كنت بقول يعني عماله ايه كل شهر كده ليا علبه بليدج وعلبه جلانس، علبه بليدج وعلبه جلانس، لان انتوا عارفين اغلبيه البيت عندي خشب والازاز والحاجات دي يعني. والله العظيم يا جماعه خلصوا مني بقالهم اسبوع اهو، بقالهم اسبوع والله العظيم ما جبت غيرهم. لان انا يعني قلت ايه الغباء بتاع اهلي ده، والله العظيم يعني انا عندي كنز في البيت اللي هي جرينوي. والله العظيم يا جماعه في الاول والله كنت فاكراها فوط، والله العظيم وحياة ولادي يا جماعة انا كنت فاكرة ان اي حاجة اي كلام والكلام ده، لكن لقيتها بجد بجد دي خطيرة، دي اختراع بجد، دي اختراع. يعني فوط الازازة انا عايزة اقول لكم ان انا عملت بيها ايه، هتشوفوا كده خلال الفيديو. عندي الازاز بتاع البوتاجاز من بره كان مجير، عملت بيها. التلاجة عندي دي أسوأ حاجة، يعني عمالة أقول دي أسوأ حاجة أنا جبتها، اللي هي إيه الإزاز، عشان هي إزازة من بره إزاز أسود، فلو بصي عملتي إيدك كده عليها فبتطبع. فإن أنا أعمل بالجلانس من غير إن أنا أعمل بالفوطة اللي هي الإزاز بتاعت جرينوي وأعملها كده بقت تحفة. هتشوفوا في آخر الفيديو عملت إزاي. وهنا بقى عملت ايه كمان، بعاني برضو من المطبخ عندي هنا، ان لازم يتمسح على طول. يعني ان هو بصوا اللي هو اصلا عامل زي مرايه كده فلازم يتمسح على طول. المهم ان انا هنا عملت بالسلكه والصابونه كده، قلت مش هرش عليه اي حاجه لاني مش هعمل الغلطه اللي عملتها المره اللي فاتت واخلي الايه المفصلات دي لونها هيغير ولا تبوظ زي ايه ما عملت قبل كده. انتوا عارفين ان الشركه جت غيرتها لي، فقلت بقى هعملها بالبتاع ده. فرجعت قلت هو انا ليه غبيه، فروحت مطلعه الفوطه بتاعه الدهون ورحت عامله بيها. انا عايزه اقول لكم ان انا يعني بعمل ريفيو بعد 100,000 مرة أنا استخدمت الحاجة، والله العظيم. عشان بس يعني أنا بوريكم اهو قدام كل حاجة عملتها ازاي. المهم يا جماعة هنا بقى عملت ايه، مسكت الجزئية اللي فوق المطبخ ورحت ملمعاها، والجزئية اللي جنبها والجزئية اللي جنبها، عشان لما باجي أطبخ أو أي حاجة دول يعني أكتر ظرف بتتبهدل. كمان انا ما نضفتهمش من قبل ما امشي، لاني كمان انا في الفتره اللي انا مشيت فيها الشقه بتاعتي كانت مفتوحه على فكره، ما كانتش مقفوله. يعني ناس هتقول يا دنيا ما الشقه كانت مقفوله انتي بتنضفيها ليه او بتوسخ لي كده؟ لا يا جماعه الشقه كانت مفتوحه. يعني امي كانت قاعده فيها هي والعيال وكده، وكانت ممكن ساعات يعني تاخد يعني حاجه نقصت من العلفه تاخدها و... وتنزل مثلا. مره قعدت يومين كاملين هنا تفهمي، فالشقة كانت فيها يعني فيها رجل. المهم ايه، مسكت البوتاجاز كده ورحت جايبه الفوطه وشلت اي بواقي اكل كانت عليه. بعد كده رحت جايبه السترس بقى لان انا كنت عايزاه ينضف، فرحت ايه رشه كده ورشته على الظهر بتاعه، لان انا همسك الظهر بتاعه وهمسك التلاجة وهمسك الرخامات وهمسك كل حاجه في المطبخ كده هتتظبط معاكوا كده زي ما انتوا شايفين. والله العظيم يا جماعه في يعني نص الحاجه، يعني الفيديو هو 37 دقيقه وانا مسرعه اكسا 4، يعني انا مسرعه السرعه في 4. ف فبتاع ده اللهم صل على النبي. ففي حاجات اصلا غير السرعه دي ما اتصورتش، عشان انا عندي التليفون يعني بيهنج شويه بالمساحه وكده. المهم ايه، مسكت الحوامل كده زي ما انتوا شايفين ورحت بقى ايه غسلها. طبعا يا جماعه طول ما الحوامل ايدك فيها ويعني بتغسليها كده على طول مش هتلم دهون، ولا انت هتحتاجي ان انت ترشي عليها منظف او حاجه، فايدك تكون فيها كده على طول على الاقل كل يومين 3.
المهم ايه، مسكت البتاع كده وسبتهم يتصفوا. بعد كده رحت جايبه السلكه وابتديت ايه ان انا ادعك كده. العين اللي في النص عندي مكانتش نضيفه، فانا ايه، او انا اصلا اغلبيه الاكل بتاعي بعمله على العين اللي في النص والعين التانية. شفت الظهر بتاع البوتاجاز وقع على ايدي، وقع على كف ايدي من فوق، وجعني بصوا. يعني انا قعدت اصوت والله العظيم. المهم يا جماعه، مسكت كده الفوطه ورحت بقى لما الايه الصابون ده كله مسحته كده. خلاص كده كنت ظبطت. بعد ما مسحت لقيت في حته كده كان عايز يتداس عليها، فرحت راجعه تاني بالسلكه ورجعت تاني في الحته اللي هي اللي في النص دي والحته اللي على جنب بعد ما خلصت. بس احنا بننضف بقى تنظيف بذمه بقى، تنظيف بذمه. رحت راجعه هنا تاني. بس المهم يا جماعة خلصت. عايزة بقول لكم على حاجة، جبت بقى الورق الفويل. قبل ما اعمل الورق الفويل مسكت بقى ظهر البتاع ده، ما اقتنعتش بيه كده، ورحت قلت تعالى كده. رحت ماسكاه في الحوض، ورحت بقى ماسكاه غسلاه كده كويس قوي. قلت لا مش هعرف اتحكم فيك وانت ايه وانت هناك، فتعالى لي كده. المهم بقى ان انا مسكته ورحت غسلاه كده غسله حلوه محترمه كده، ومن الجناب ومن الطرف ومن الحتت ديت. بعد كده رحت قلبه الناحيه التانية، ورحت عامله الوش التاني، لان الدهون حرفيا بتمسك في اي حته في ظهر السرير ده، في ظهر البوتاجاز ده. بس كده المهم رحت ماسكه الظهر بتاعه كده اهو، وعاملاه كده اهو. عايزه اقول لكم والله العظيم يا جماعه حرفيا كده انا كنت بعمل في الشقه ومفيش حد معايا، يعني سليم وسليم كانوا نايمين، كانوا عشان المدرسه وكده. بس يعني انا يعني حاطه يعني صوت جنبي، مشغله الراديو اللي هو اي صوت جنبي وخلاص، انت فاهمين. المهم عملت ايه هنا، وجبت بقى العيون بتاعه البوتاجاز ورحت بقى ايه غسلها كده بالمره بقى. يبقى انا مسكت البوتاجاز كله وظبطته، وهمسك الازاز بتاع الفرن هو اللي كان عندي عايز يتغسل، فرحت ايه عاملاه. وبس كده زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا، خليتهم بقى يا جماعه بيبرقوا كده، بيبرقوا حرفيا كده، اللي هو انا ما سبتش حته في البوتاجاز اصلا. والفرن عندي كانت نظيفه بصراحه. لان انا اصلا مش بستخدمها كتير، يعني مش بستخدمها غير مثلا يكون عندي مثلا عزومه، نفسي في جلاش هعمله. اغلبيه الاكل اللي انا بعمله من فوق، فاهمين. المهم مسكت كده العيون زي ما انتم شايفين كده، ورحت غسلاها وصفيتها. بعد كده رحت عامله ايه، جايبه الفويل ده. وده معرفش ايه النوع اللي انا جبته دوت، نوع تقيل درجه انه لدرجه ان هو ايه مش عايز يتفتح كده في العيون نفسها، انتوا فاهمين. قلت هو في ايه الهبل ده. المهم ان انا مسكت البتاع كده ورحت تانياهم الطروف دي كده. بعد كده ايه، ابتديت ان انا افتح فتحات التهوية. الحتت بتاعت فتحات التهوية نسيت افتحها، فتحت اللي هي الحتت التانية. فكرتوني اقوم دلوقتي اعملها مع اني مش بشغل الفرن يعني. المهم ايه، مسكت بقى مقص كده ورحت فاتحه بيه كده المكان العيون، عشان لما اجي ادخل بقى العيون نفسها بتاعه البوتاجاز. المهم بقى قلت هعمله انا مع نفسي لان انا زهقت، هو اصلا كان تقيل ووجع لي ايدي، والله العظيم وجع لي ايدي بجد. امي يا جماعه بتقول عن الورق الفويل ده اللي بيستخدموه المعفنين، المكسحين قصدي، المكسحين مش المعفنين. فبقول لها ليه يا امي، بتقول لي حبيبتي ما انت كل يوم بعد ما تخلصي اكلك بالفوطه والسلك يا حبيبتي كده وتلمعي وتروحي بقى واخداه بالفوطه وكده خلاص ما بقاش في حاجه، ده هيكسلك ان انت قلت لها انا ده اكيد مش هشيله كل يوم. تقول لي شفتي، تقول لي ده بتاع المكسحين. قلت لها والنبي تعمل لي كده. المهم يا جماعه مسكت العيون كده زي ما انتم شايفين، ورحت حاطه كل عين مطرحها. بعد كده رحت حاطه الحوامل. بصوا بقى انا بعمل ايه، انا بظبط البوتاجاز واقفل الغطا واعمل عادي من يمينه وشماله. يعني ممكن الناس تعمل البوتاجاز ده اخر حاجه، لا انا بحب اعمله اول حاجه في المطبخ. شايفين بقى يا جماعه الهيصه والزنبليطه دي، والله العظيم يا جماعه علبه السمنه، علبه الزيت، علبه الصلصه، ما انا اللي حطاهم كده. يعني اللي يطلع حاجه ما تطلع الحاجه وحطها مكانها، لا خليها على الرخامه. انا اكتر حاجه يعني بكرهها الرخامه تكون زحمه، ما احبش كده. احب الرخامه تكون قدامي واسعه، اللي هو بحس اصلا ان المطبخ نضيف.
بعرف المطبخ نضيف لما ان انا اغسل الرخامات. اول ما تغسلي الرخامات كده اعرف إن تحس كده ان المطبخ يفتح النفس كده. شلت بقى كل حاجه من مكانها لان انا كل حاجه عايزه اغسلها. سيلين هانم علبه الفوط اللي هي الاستخدام المره الواحده دي، آه طلعت كل حاجه كانت فيها، كل حاجه كده كانت فيها، وراحت مطلعاها كده، وراحت حطها لي في قلب البتاع دي عشان ما اتكلمش. المهم عملت ايه، شلت كل حاجه من على الرخامات هنا لان انا عايزه اغسل الرخامات واغسل بديل الرخام ده وظبط الدنيا كده. لان انا ايه يعني ما بحسش ان انا نظفت المطبخ غير لما بكون مسكت الرخامات، عملتها. بعد كده بقى مسكت بديل الرخام ده كده ورحت عاملاه زي ما انتوا شايفين بالفوطه بقى، واديله ادي بقى، اديله ادي، وتلمعي بقى كل الكلام ده. جماعه عايزه اسال سؤال معلش يعني، بلاقي يعني لما انا مثلا اوريكم فيديو مشتريات او حاجات انا جايباها لسلين وسليم اللي هم عيالي اللي هم المفروض ان انا امهم يعني، بلاقي يعني كومنتات، انتي مدلعه عيالك، انتي يعني بتصرفي حاجات اي كلام فاضي على عيالي برضو. اللي هو ايه مثلا لو انا اجيب لهم هدوم، اجيب لهم لعب، قولوا يا جماعه معلش، انتي لو مش هتجيبي لعيالك مين هيجيب لهم؟ سؤال بس يعني، سؤال مفسر نفسه والله العظيم. انا مش هقل ادبي خالص عشان انا يعني في كومنت شتمني حرفيا يعني، انت فلوسك ديت مش عارفه فلوس حرام، انت مش عارفه ايه، حاجات كده من هذا النطاق يعني. يعني عيالي يا جماعه بجد، يعني انت مثلا لو مش هتجيبي لعيالك، عيالك ليهم مين غيرك يجيب لهم؟ سؤال بس يعني. اكيد انا بشتغل عشان ان انا اعرف اعيش انا وعيالي، اعرف اي حاجه نفسي فيها اجيبها، ان انا نفسي ان انا اشيل حاجه للزمن وامن مستقبلي، نفسي والله، بس مش عارفه خلاص يعني. اللي عمل تقريبا. فاللي هو ليه بجد يعني؟ انا هرد بادب، مش هرد بقلة أدب زي ما انتي كتبت الكومنت أو الكلام ده. هنا يا جماعة البتاع دي كانت متبهدلة خالص فعملتها عشان الناس تقعد تقول لي يا دنيا دي خشب، مش عارفة أنا كان لازم أعمل كده والله العظيم معلش. المهم ايه، فأنا يا جماعة ما اجيبش دي حاجة تخصني، حاجة لعيالي، حاجة تخصني. أكيد أنا مخبطتش على بابك وقلت لك اديني فلوس أصرف على عيالي. ما اجيبش دي حاجة تخصني والله العظيم يعني. ما مش عايزه اقول لك مالكيش فيه او اشتمك او اهزقك بالطريقه، مش عايزه والله العظيم، بس انا بتكلم بادب يعني. يعني اكيد فلوسي وبصرفها على نفسي وعلى عيالي، بس بدلع نفسي وبدلع عيالي والله العظيم يا جماعه حرفيا. عايزه ارد على سؤال بما اني معايا هنا، يعني معايا هنا وقت كبير فعايزه ارد عليه. في كومنت جالي من حوالي اسبوع، المشكله مش في الكومنت، المشكله في الردود اللي عليه. ناس قعدت تقول لي يعني كومنت قال لي يا دنيا هو انت ليه مش بيجيلك هدايا زي ما بيجي لباقي اليوتيوبرات؟ بصوا يا جماعه، اول حاجه ده رزق وربنا كاتبها لهم. رزق ان واحده تحبني وتبعت لي هديه، ده رزق تمام. بس انا عايزه ارد يعني، يعني لقيت الردود اللي كانت على الفيديو عجبتني اكتر من السؤال. يعني والله العظيم لو لقيته والله العظيم نحطه لكم سكرين دلوقتي. اللي هو يعني يعني الناس ردت عليها قالت لها الدنيا اصلا مش مخليها في نفسها حاجه، الحاجه اللي لما بتقعد لما بتيجي على بالها بتجيبها وبتجيبها لعيالها، مش محتاجه حاجه. الدنيا مش عارفه ايه، الدنيا لما بتطلب معاها بتحمر، الدنيا مش عارفه اكتر من 30 تعليق على هذا الاساس تمام. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه، انا عندي صحاب كتيره جدا متابعين وبيهادوني. انا عايزه اقول لكم ان السنه اللي فاتت والله العظيم حرفيا كده انا متهدى بدهب من واحده واتنين في السعوديه، دهب. وعلى فكره انا مش مكسوفه من ان انا اقول كده، مش مكسوفه والله العظيم. انا واحده جابت لي انسان والتانيه جابت لي اسوره عشان بس اعرفكم. ده بيبقى حب انا بحب ديت، انا بحب البني ادمه دي فانا هاديه. المره دي والله العظيم اللي ما جابليش هديه عيد ميلادي جابها لي. في حاجات اتصورت وحاجات ما اتصورتش.
الاجهزه اللي جات لي ديت، اللي هو جهاز السجاد ومكانه القهوه والحاجات دي. اتعمل لي عيد ميلاد في السعوديه غير هنا، عشان بس ما كانوش هنا معايا في مصر. ده بيبقى رزق، وربنا حط محبتك في قلوب يعني ناس وكده. انا معاكم ان كده، بس في ناس حرفيا يا جماعه بتطلبها ببقها. حرفيا كده في ناس بتطلب الهدايا ببقها. انا يعني انا ما اعرفش كده. انت لو هتقطعيني انا ما اعرفش كده. انا اكتر حاجه هي اللي حيلتي اصلا هي عزه النفس يعني. صح ولا لا؟ البني ادم ايه غير عزه نفس؟ صح ولا ايه؟ يعني انا برضو في كومنت ده معلق في بالي، الكومنت اللي شافته نوجا وهي اللي ورتهولي عندي يعني الكومنت. فاكرين من كذا شهر كده لما انا جبت العفش بتاعي دوت، لما انتوا عارفين الظروف اللي حصلت لي وان ما بقاش فيه عفش وجبت عفش تاني. والله العظيم يا جماعه، حرفيا حرفيا، وانا مش ببالغ ولا ان انا ب يعني بتكلم بتناكة او حاجه. والله العظيم انا اقل منكم كلكم. انا العفش اللي كان هنا هو طلع بره البيت. انا تاني يوم كنت في دمياط بجيب غيره. والله العظيم حرفيا انا كنت تاني يوم في دمياط بجيب غيره. المشكله مش في كده، المشكله في ان الكومنت اللي اتقال لي ايه بقى. انت عارفه يا دنيا ان واحده غيرك، اقسم بالله انا شفت الكومنت ده وقريته وغلاوه ولادي. واحده غيرك بالظروف اللي حصلت لها دي كانت قعدت شهرين 3 تعيط في فيديوهات للمتابعين، وكان جالها فلوس تجيب عفش واتنين وتلاتة واربعة، او ان هي تصور على الارض في فيديو اتنين وتلاتة واربعة وشهر عشان تلم حق العفش، او ان حد يجيب لها. والله العظيم بجد انا الكومنت ده نوجا اللي بعتهولي. انا يا جماعه مش كده، والله العظيم ما كده. انا عارفه ممكن حد يهديكي دي محبه، انا حبيت البني ادمه دي فانا بهديها، تفهمين؟ بس في ناس معلش شحاته، معلش. انا يعني يعني الناس كلها فوق دماغي، كل الناس فوق دماغي واحسن مني. بس انا يعني ما اتخلقش اللي يخليني ان انا مدي ايدي لحد، او ان انا اكلمه بطريقه يخليني ان انا ابان قدامه ان انا محتاجه ينعلقه الفلوس اللي جايه منك. معلش، انا بشغلي اجيب احلى فلوس. صح ولا لأ؟ والله العظيم يا جماعة، أنا لو كنت واحدة من الناس من النوع يعني اللي هو بترميها على حد أو مستنية من حد حاجة أو الكلام ده، أنا كان زماني مليونيرة. أنا لما الحاجة يا جماعة بتيجي في بالي انا لازم اجيبها في نفس الدقيقه، في نفس لو حاجه غاليه عليا احوش واجيبها. ده مش ان انا بتباهى، لا يا جماعه، ما الواحد بيشتغل ليه؟ انا بشتغل عشان اجيب اللي نفسي فيه وعشان اعرف اعيش نفسي، مش عشان خاطر ان انا يعني استنى حد يجيبها لي. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وكمان يا جماعه في ربنا يعني خلقنا في حاجه اللي هي اسمها عزه النفس. عارفينها انتوا؟ في حته كده اسمها لازم تكون عندنا كده، اللي هي حاجه اسمها عزه النفس. دي لازم تكون عندنا. كمان في نوع من انواع كده من اليوتيوبرات، اقسم بالله لما كنت يعني بتفرج. انا حاليا ما بفتحش اليوتيوب اساسا، يعني انا بخلص يعني بدي الفيديو للمهندس هو اللي بديهوله وهو اللي بيحمله، اقسم بالله يعني. لاني اساسا مبقاش في وقت. ربنا يخليه يسلم ويسلم يعني. والله العظيم يا جماعه لما كنت بتفرج في ناس بتطلب الحاجه ببقها لا ارادي كده في الفيديو، عشان انا عارفه ان انا عندي ممكن واحده صاحبتي هتجيبها لي، فانا اقول الكلمه من تحت لتحت كده عشان ايه؟ اعرفي بقى يعني انا وصلت لك المعلومه بقى، دعتيها لي انت. فاهمين؟ انا والله العظيم الكلام ده على واحد واثنين وثلاثه واربعه، اقسم بالله شفت ايه ده؟ ايه ده بجد؟ لا، ما ينفعش كده. انا مش بشكر في نفسي. هو ده هو انا مش بقول ان انا بعمل حاجه يعني خارقه عن الطبيعه، لا، هو ده اللي المفروض يحصل. صح ولا لا؟ ده اللي المفروض يحصل. فانا يا جماعه عندي صحابي، وصحابي بيهادوني، بس اللي بيهادوني دول بيبقى محبة في دنيا، وبتبقى الهدايا المعقولة اللي هو بيبقى فيه مناسبة. هم نزلوا مصر انا رحت. آه هدية عيد ميلاد بيبقى فيه للهدايا مناسبة. انتوا فاهمين؟ وغير كده، غير ان انتوا يعني غير كده، يعني ما تستنوش مني والله العظيم ان انا اعمل الحركات اللي هي بتاعت الناس دي، والله العظيم. يلا دع الخلق للخالق.
المهم يا جماعة عملت ايه هنا اهو. بصوا مسكت المطبخ، التلاجة، روقتها خالص، اللي هو شلت كل حاجة فيها، لان انا من ساعة ما رجعت من السفر انا عمالة اجيب حاجات اللي هو بتاعت اليوم بيومها، اللي هو هتكفيني النهاردة وهتكفيني بكرة عشان ما انزلش او عشان ما بعدش حد يجيب، لكن مش عندي خزين او مش عندي حاجة في التلاجة. فقلت بقى انا قبل ما انزل اروح السوبر ماركت، طبعا هصور لكم فيديو في السوبر ماركت، هعمل ايه. امسك التلاجة الاول اغسلها، امسك التلاجة كده اغسلها عشان اي حاجة انا احطها على نظافة. جبت بقى كل حاجة كده في التلاجة ورحت شايلاها. الرفوف عايزة اقول لكم ان عصير مدلوق عليها، الفراولة سليم بقى ياكل فراولة واللي ما تعجبوش يروح راميها، فالفراولة تقعد فتروح منزلة ميتها. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. المهم ان انا مسكت كده حته حته في قلب التلاجة ورحت عاملاها، والتلاجة نفسها غسلتها مع نفسي، لان انا يعني انا كنت فصلت خالص والله. التليفون اتشحن 4 مرات. انا طول الليل كنت بعمل في المطبخ، يعني انا مخلصه الساعه 7 الصبح. دي بقى ارخم حته في البتاع كلها، ارخم حته في التلاجة كلها، ما بحبش اشيلها عشان تركيبها بيبقى صعب، ما بحبش كده. المهم ايه، مسكتها كده ورحت ايه كل حاجه مسكتها غسلتها، ويعني ايه مش يعني اغسل واشطف في نفس الوقت، فاهمين؟ بس كده. طبعا يا جماعه كلنا دلوقتي لابسين الدفايات والكلاسين، اصل دي كلسون دفايه كده يعني. المهم ايه، يعني بحبهم جدا يا جماعه، في الشتاء بحبهم جدا، عندي منهم كتير جدا، وهجيب تاني الاشكال الجديده بتاعت الشتاء ده. يعني دي معايا بقى بتاع 2 ولا 3 سنين، هجيب بقى الاشكال الجديده دي. انا كل سنه كده بروح جايبه لي ايه شكلين كده. المهم يا جماعه مسكت بقى ده اللي هو الدرج بتاع الجبن والكلام ده، فرحت ماسكه كده ورحت ايه غسله زي ما انتم شايفين. هعمل انا بقى كله مع نفسي، باقي كده اللي على الشمال دول مع نفسي، واغسل التلاجة نفسها وهرجع لكم، لان انا كنت فصلت. مسكتها بقى كده غسلتها نفسها ورحت رصة الرفوف زي ما انتم شايفين. بصوا هنا الدنيا بقت تحفة، بس بصوا المية بقى هنا كانتش لسه تصفى قوي، بس عايزة اقول لكم ان انا ظبطت الدنيا الحمد لله، عشان لما اجي ارص او اجيب حاجة رصتها ايه على نظافة كده وتكون الدنيا نظيفة. هرجع بقى احط الايه الصوصات والازايز تاني مطرحها. هنا بقى لقيت الدور كده برضو متوسخ عايز يتعمل، فرحت ايه شايله كده فيه كل حاجه، وجبت السلكه والصابونه، السلك والصابون، وابتديت ان انا ايه اغسله وبعد كده المعه. الحاجه اللي انا ندمت عليها في المطبخ وانا معترفه بيها، ان انا كان المفروض اعمل ده قده مرتين، اللي هي شفت الدرج المتقسم ده اعمله مرتين قده كده تاني، لان انا عندي حاجات حرفيا حرفيا كتيره جدا، فده مش واخد اصلا، فبعمل زيه يعني بحط الحاجه التانية في الدرج اللي تحته، فانا كنت عايزاه اللي هو من فوق، انتوا فاهمين، اللي هو يبقى قريب من ايدي. المهم مسكته كده ورحت ايه غسلاه، غسله الدرج، وبعد كده ملمعاه، وحطيت بقى ايه الشوك مطرحها، المعالق مطرحها، الاسبتالات مطرحها. عندي هنا الغسالة كانت مخلصة ففيها بصوا 200 معلقة و200 شوكة، فروحت بقى ماسكة قلت الحاجة دي هظبطها كده ايه حاجة في حاجة، والرفايع والحاجات دي تاخد وقت، بس عشان يعني ايه حاجات صغيرة كده انتوا فاهمين. عايزة يسلم جيب الحاجة وجاي جنبي ليه؟ انا كنت على فكره كنت دماغي بتقولك ان مفيش حد. طب مفيش حد عمل لايك في قناتك؟ يا ابني بطل تتفرج على الواد اللي بتتفرج عليه ده، يقعد يا جماعة يتفرج على الواد اللي بيتفرج عليه اللي اسمه عبده مندو ده. هو ونكمل. والمكامل ده يقعد يقول له ايه آه هم عشان يوتيوبرات يعني بيعملوا فيديوهات، فبيقول له ايه لو بتحب امك اعمل لايك، لو مش عارفه ايه اعمل لايك، فهو عمال يعمل زيه كده. شايفه حلو انا شايفه اللي ما عملتش لايك والشغل الضيق ده. المهم يا جماعه عملت ايه، انا مسكت الاسباتيلا ال- الازاز ايه، مسكت مسكت البتاع ديت، ورحت غسلاها وحاطه فيها بقى الاسباتيلات، وهنا حطيت الطقم اللي هو الاسود، وهنا ده قلت احط فيه كل حاجه جولد. طبعا انا اصلا حاطه فيه كل حاجه جولد بس كان عايزه اتغسل، فرحت ماسكاه غسلت معاكم كده زي ما انتم شايفين. المهم ايه حطيت الحاجات الكبيره على الشمال، والمعالق والشوك
على اليمين، اللي هو انا كده ظبطت الدنيا. هنا بقى لقيت التربو ده عايز يتنضف، في كده يعني حاجات كده، حاجات مش في مكانها اساسا. فروحت قلت ايه ده، ايه ده، عماله احاول ان انا اشيله مش عارفه. فقلت خلاص انا هعمل كده وهم ايه، وهم معايا. بقالي كتير قوي ما نضفتوش، كتير قوي حرفيا يعني. فروحت ماسكه كده، لقيت فيه جنيهات وحاجات. المهم والله بص انا بوريكم الحاجه كده في قلب الحدث، مش بنضف وجهي او اوريكم في نص التنظيف عشان تشوفوا مش عارفه ايه. انا عينك يا تاجر، ما فيش حاجه اخاف منها، عشان اكيد احنا بنتشغل، اكيد في بيتنا في مش عارفه ايه. اكيد مش لازم اطلع ان انا البت الايه البت اللي بطير في الجو كده، اللي انا نظيفه. انا بص انا نظيفه قوي مش عارفه ايه. يا جماعه يعني ما كلنا بنعمل في بيوتنا، ويعني في ناس بتعمل اصلا لغايه التصوير عشان انا اصور. لكن لا، انت اعملي عشان ده بيتك مش عشان تصوير. انتوا فاهمين؟ انا بصوا انا مش عارفه ايه، انا قولوا عليا ان انا نظيفه، انا مش عارفه ايه. بحبش كده انا بحبش كده. بص عملت ايه هنا في التربو، مسكت كل حاجه كده ورحت شايله البواقي اللي فيه، ومسكته ولمعته. بعد كده رحت حاطه المفرش ده اللي هو زي كيسه بلاستيك يعني. بعد كده حطيت عليه ايه البصل والبطاطس. بعد كده هنا لقيت علبه من اللي هي العلب التخزين دي مش نضيفه، عايزه تتغسل، وكذا حاجه كده. ورحت عاملاها بايدي كده بالمره عشان خاطر اظبط الدنيا. المهم يا جماعه، اللهم صل على النبي. آه مسكت كده الحاجات دي كده، ورحت شاطفاها وحطها في المطبقيه. طبعا اللي احنا غسلناه في الاول ده اتشال اصلا يعني. بعد كده هنا عملت ايه، مسكت اللي في الحوض هنا وابتديت ان انا اغسله. التوست دوت التوست البتاع دوت رحت ماسكاه ورحت ايه، عاملاه كده، لان برضو بيتبقى وبيبقى عليه كده اللي هي الحاجات بتكون الصواني طالعه وتحط عليه، فبيتعمل في ايه يا ابني، في ايه. المهم بقى مسكته كده في حاجة في زوري. وظبطت الدنيا. هنا بقى جيت دور على الرخامه ديت، فروحت بقى طالعه بره كده، وابتديت ان انا امسكها اغسلها بالسلكه والصابونه، وان انا اخليها تلمع كده. انا عايزاها بتبرق، عايزه بيبرق كده الموضوع، عايزاه بيبرق. المهم بقى رحت ماسكه الفوطه، وابتديت بقى ان انا اعمل ايه بالفوطه كده، وانشف واشطف كده واشطف كده. والدنيا الحمد لله بقت جميله. تعالوا نروح تاني عند الحوض. لقيت عندي الكتل عايز يتعمل، فروحت ماسكه الكتل. قولوا لي بالله عليكم، يعني انتوا شايفين اهو لغايه احنا خلاص فاضل لنا 5 دقايق ولا 4 دقايق والفيديو يخلص. يعني تسلم ايدي ولا مش تسلم ايدي، واتشجع ولا لا، ويتحط لي لايك ولا لا بجد. تسلم ايدك يا دنيا، كلهم هيعملوا لايك. استمع تسمع ايه، سامعيني يا جماعه؟ انا ستين وستين بيقولوا لي يا دنيا، وبيقولوا لامي يا ماما. انتوا فاهمين؟ بيقولوا لامي وابويا يا ماما ويا بابا، وبيقولوا لنا يا دنيا. خلاص جد بقى ابويا خلاص. المهم ايه يا جماعه، مسكت البتاع ده، اللهم صل على النبي. دي فوطه الازاز بقى يا جماعه. عندي الازاز بتاع المطبخ بتاع البوتاجاز كان عايز يتعمل، فروحت ايه عاملاه، بس لقيته من جوه كده عايز ان هو مسحه كده خفيفه. رحت ماسكاه بالصابونه كده والسلكه، قلت تعالى هي جت عليك. فرحت عاملاه. هنا بقى اسوأ حاجه في الحياه واللي بتطلع عيني حرفيا، التلاجة يا جماعه عشان ازاز واسود، فاي حاجه بصوا انت لو لمستيها هتطبع. كمان بقى انا عندي ايد سيرين مسلم، التطبيع بيبقى كله بقى من تحت اللي هو بمستوى ايديهم، انتوا فاهمين، مش من فوق. فمسكتها كده بالفوطه بتاعه الازاز يا جماعه، خليتها بتبرق، اوريها لكم في اخر الفيديو. المهم بقى جه هنا بقى على الدور، على الرخامه الكبيره. تعالى بقى كده يا عسل، تعالى كده، تعالى يا كبير انت، تعالى ظبطك. تعالى بقى. المهم عملت ايه، كبير. شلت طقم التوابل، وشلت الستاند ده اللي فيه الزيادة، وابتديت بقى بالسلكة والصابونة كده وعلى الرخامات والوزرة. بصوا والبديل الرخام، يعني خليتها بيضة قشطة، بيضة قشطة كده. بس عشان يا جماعة ما بعرفش ان انا قشطة عليك يا حبيبي، عشان مش بعرف يعني المطبخ يا جماعة بالذات يعني ده اكيد يعني مش رخامة بيضة ورخامة سودا. بجد المطبخ تحس ان هو نور لما تغسلي الرخامات،
بجد والله العظيم انا بحس بكده قوي. المهم بقى مسكت الرخامة هنا ببديل الرخام، الحتت كده اللي انا عايزة تتعمل بالفوطة كده. وهنا برضو ظبطت الدنيا خالص والدنيا بقت لذيذة وجميلة. قلت بقى تعالوا بقى خلاص البتاع نشفت، هرجع بقى كل حاجة مطرحها، هرجع طقم التوابل مطرحه. حسيت ان هو بزاوية كده واخد مكان اكبر وانا مش مرتاحة، فرحت مرجعة تاني مطرحه. حطيته بقى كده وحطيت المعالق اللي هي الجولد دي على جنب. بعد كده بقى جيت دور على الحوض. الحوض تعب معايا النهارده، فقلت تعالى حميك حمية خفيفة كده يا حبيبي، حمية كده كبيرة عشان انت ايه عايز تتظبط. المهم بقى ان انا مسكته من بره ومن جوه ومن حنفيات والشاشة بتاعته. وبصوا انا ظبطت الدنيا، انا ظبطت الدنيا. بصوا الدنيا بقت لذيذة اهو. ايه لا يا حبيبي، انا يا رب يا اخويا يكون بالسرعه دي. عارفين لو بالسرعه دي ده انا هعمل البيت كده فراشه. لا يا حبيبي، ده عشان انا منتجه هخليه فراشة يطير فراشه يطير. السما. المهم يا جماعه مسكت بقى كده ورحت بقى محمياه كده ورحت شطفاه، والدنيا بقت لذيذه وجميله، مبقاش في حاجه. المهم خلصت كده. عايزه اقول لكم ان في حد بياكلني كده عشان عايز كورن فليكس، فهقوم كده ان انا خلاص انا خلصت المونتاج اهو. وبس يا جماعه بجد استاهل كام لايك بقى بجد بجد على الفيديو اللي حصل النهارده. فكروا كل دول فجروا لايكات. المهم خلصت كده يا جماعه وشطفت كده الفوط اللي انا استخدمتها وحطيتها على الماسوره بتاعه البوتاجاز. وبس كده الدنيا بقت راقت اهي معايا والحمد لله الدنيا اتظبطت. بس تعالوا بقى اوريكم نمشي جوله كده في المطبخ، وده كان الفيديو بتاعي النهارده. بصوا الحوض يا جماعه خليته بيبرق ازاي. هنا بقى كنت خلاص فصلت، انا حطيت الشاحن وازازه الميه جنبي، اللي هو انا خلاص انا داخله على السرير احط الشاحن وازازه الميه جنبي. وخلصت كده خلصت المطبخ، بس انا ما كنتش لسه فرشت الارض لان انا السجاد ده بتاع المطبخ بعته المغسله. وبس كده يا جماعه الصواني لقيتها طالعه بره فرحت مدخلاها. وبصوا الدنيا عندي الحمد لله الحمد لله بقت جميله وروقت الدنيا وروقت الدنيا ومبقاش في اي حاجه. حطيت بقى ايه خلاص كده رجعت الظهر السرير ظهر البوتاجاز تاني. والتلاجة يا جماعه بصوا بقت بتبرق من غير نقطه جلانس. وبس كده ده كان الفيديو بتاعي النهارده.